السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ودلوقتي يلا بينا نكمل كلامنا بعد ما اخدنا الموضوع بديتيلز رائعة جدا في الباك اند. تعال بقى نتكلم على الراجل الغلبان اللي هو احنا بقى، الراجل المحترم الخاص بالفرونت اند وخاص بالديسبلاينج. برضو عندنا اكتر من ستايل، وانا هنا بقى فصلت لك الايه، يعني الجزء اللي كان في الانترودكشن ده احنا هناخدوه بالتفصيل كده عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. طيب الديسبلاينج يا صديقي من ناحية الفرونت اند، قبل ما اقول لك الديسبلاينج هيبقى عامل ازاي خليني اقول لك ان الباك اند مش شغله الشاغل، ولا هو مهتم انت هتعرض ازاي. وانت كفرونت اند مش شغلك الشاغل ولا مهتم الباك اند بيهندل الباجينيشن ازاي. يعني ده جزء وده جزء، انت في الاخر هتاخد اند بوينت تشتغل بيها. الفرونت اند مش شاغل دماغه انت هتعرضها ازاي، ان شاء الله يا رب تعرضهم كلهم وتاخد بيج ليميت 500 براحتك مفيش مشكله. ولكن دي في النهايه بقى ايه القوه بتاعه الفرونت اند والراجل اللي شغال في الموبايل ديفلوبمنت. فتعالى دلوقتي ناخده اول ستايل من الديسبلاينج، وهو يا صديقي اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الانفينيتي سكرول، اللي هي من اشهر التايبس اللي موجوده في الفرونت اند او اللي موجوده في الديسبلاينج. فتعالى كده ناخدوها بالتفصيل. فكرتها ايه بكل بساطه؟ اللي انا بيبقى عندي موبايل ابلكيشن اهو، مش بقى الكيرسور. احنا كنا قلنا المعلومه دي على فكره هنا بصوره سريعه كده وما كانتش مظبوطه قوي، فتعالى ايه افصصها لك شويه. الاتنين اللي احنا قلناهم في اول فيديو هما انفينيتي سكرول فعليا، ولكن انت هنا بيبقى عندك فكره بسيطه قوي، اللي انت لما توصل لمكان معين او حتى توصل لاخر الصفحه، فانا هبدا انادي على الاند بوينت الخاصه بالباك اند وابدا اجيت الداتا من بعد الرقم اللي انت واقف عنده، ايا كان هو شغال بكيرسور بيزد او شغال بليميت او شغال باوفست. يعني مثلا لو هو شغال بكيرسور بيزد، فانا لما اوصل هنا هبعت له اخر اي دي موجود عندي في الليست، او هبعت له اخر اي دي هو محددهولي. نفس القصه هنا لما اوصل مثلا للايتم رقم 18 هبدا اعمل الكول بالسايز بتاعي اللي هو هيبقى مثلا 40. فاهم الفكره؟ فده كل ما انزل كل ما اعمل سكرول انا ببدا الود مجموعه من الداتا. ده كده الانفينيتي سكرول بكل بساطه. طيب تاني نوع يا صديقي العزيز وهو برضو مشهور ولكن في الويب زي ما اتكلمنا، اللي هو البيج نمبر. البيج نمبر اللي انت طبعا متعرف عليه، مش عايزين نضيع فيه وقت، اخدناه قبل كده. ولكن في نوع تالت ما قلتلهوش في الانترودكشن وهو اللود مور. في بعض الابليكيشنز وبعض الويب سايت لما بتسكرول تحت بيطلع لك باتون صغير كده يقول لك لود مور. هل دي تفرق معاك في حاجه في الستايل اللي الباك اند شغال بيه؟ لا ما تفرقش. انت فقط مستني اكشن بسيط من اليوزر يقول لك لو سمحت روح لي جيب لي داتا كمان. ودي مشهوره على فكره في بعض الابليكيشنز، لما تيجي تقعد تعمل سكرول يقول لك لود مور، لازم تاخد اكشن عشان تعمل لود مور وتبدا تجيت داتا جديده. طيب ده كده بالنسبه للستايل الخاصه بالفرونت اند. ولكن خليني اقول لك ان في سوشيال ميديا ابلكيشنز كتير جدا شغاله بالكيرسور بيزد. لما عملت سيرش في الموضوع شويه اكتشفت ان فيسبوك كيرسور بيزد، يعني بتبعت له الاي دي اللي حضرتك هتبدا تجيب من بعديه، لانه اكيد واجه هذه المشكله لان البوستس اللي بتنزل على الفيسبوك كتير جدا، فهو ماشي بالكيرسور بيزد. بعت لي اي دي يبدا يجيب لك بيانات جديده وتبدا تعمل سكرول. وبرضو انستجرام ويوتيوب شغال بالكيرسور بيزد. امال مين شغال بالاوفست؟ عندك جوجل سيرش شغال بالاوفست وبيعرض في الفرونت اند لود مور. ليه؟ تعالى بقى الحته دي حلوه قوي لسه جايه في دماغي، حلوه قوي. ليه يا صديقي العزيز فيسبوك شغال بكيرسور بيزد وليه جوجل شغال بالاوفست؟ لان جوجل اصلا عنده الريزلت دي مش بتتغير كل ثواني، يعني هو بيبقى عامل اندكسنج للريزلت اللي هتبقى موجوده، او لو انت عملت سيرش على حاجه معينه طبعا بيعمل الكويريز بتاعته، ولكن الريزلت بنسبه كبيره مش بتتغير في اللحظه. غير فيسبوك،
فيسبوك عنده ملايين البوستس بتنزل كل شويه، فاكيد الموضوع بيبقى مختلف. ولكن في جوجل هو مش هتفرق معاه ان هو يشتغل بكيرسور بيز، يعني مش هيحتاج يديك اخر اي دي لاخر ريزلت. هو مش مثلا لو حد نزل ارتكل دلوقتي هتبدا تظهر اول واحده في السيرش، لا هو السيرشنج بتاعه اوبتمايز ان هو بيبدا يطلع لك الريزلت بطريقه معينه. فعشان كده ماشي بهذه الطريقه اللي هي الليميت او الاوفست. مش انت لما بتنزل تدوس على بيج رقم 2 هو كده كده الريزلت بتلاقي اتعمل لها ريندر بطريقه معينه، غير فيسبوك اللي انت لو عملت ريفريش او عملت سكرول داون كتير بيبدا البوست تتغير بشكل سريع. عشان كده هو ماشي بالكيرسور بيز، بيبدا يبعت له الاي دي بتاع البوست. انما جوجل سيرش شغاله بالاوفست في الباجينيشن الخاصه بيها. طيب يا هندسه، هو انت قلت لنا هذه المعلومات الكثيره ليه؟ ده انا جاي اتعلم يعني ايه باجينيشن وامشي. هقول لك بص يا صديقي، عشان ما نتعبش بعض. اي حاجه هتلاقيني بشرحها بنفس الطريقه دي، اللي هو ديتيلز كتير ومهمه اللي انت تعرفها. هتقول لي هو انا هستفاد ايه لما اعرف الباك اند عاملها كيرسور بيزد ولا عاملها اوفست؟ هقول لك ليك انت في الاكسبيرينس بتاعتك لما تروح شركه تتكلم تبقى بتقول كلام موزون، مش بتقول اي حاجه وخلاص. فكل المعلومات دي انا متاكد ان هي هتفيدك، لو مش دلوقتي حالا فهي هتفيدك في الكارير بتاعك ان شاء الله. من بعد ما تبدا تشتغل تبقى دي شغاله، مش بس حافظ ازاي تعمل ريندر لشويه داتا على الفرونت اند ويقول لك الفرونت اند ده مش عارف ايه. لا، الفرونت اند ده راجل جامد جدا على فكره، وبيبقى عنده معلومات قيمه جدا، وممكن في بعض الاحيان يوجه الشخص اللي شغال معاه يقول له لا احنا المفروض نعمل كذا. فانت لازم تذاكر وتفهم انت بتذاكر ده ليه، والديتيلز دي كلها انت بتفيدك في ايه او بتاخدها ليه. فدلوقتي عمليه الديسبلاينج اشهر حاجه في الموبايل هي عمليه الانفينيتي سكرول. طول ما انت بتسكرول بتبدا تعمل او تجيت او تفتش الداتا دي مره تانية. البيج نمبر مشهوره في الداشبورد للادمن، ومشهوره برضو في الفرونت اند. خد بالك البيج نمبر ساعات بتبقى مشهوره قوي في الموبايل ابلكيشنز الخاصه بالادمن. في ابلكيشنز بتبقى خاصه، مثلا عندك سيستم كبير وفي ادمن، فبيبقى مشهور قوي البيج نمبر ده. هو عايز يروح لمكان معين، مثلا عايز يروح للبيج رقم 5 10، فبيبقى الاكسسبيليتي بتاعتها سهله. نفس الفكره في اللود مور، انا ما شفتهاش كتير، انا فاكر ان انا شفتها طبعا في ابلكيشنز كتير ولكن ما اشتغلتش بيها قبل كده، لانها يعني كيو اكس باد يو اكس، اللي هو لازم اليوزر ياخد اكشن عشان يبدا يعمل سكرول. فالموضوع مش احسن حاجه. افضل عمليه سكرول بتتم في الموبايل ابلكيشن هي الانفينيتي سكرول. اليوزر اكسبيرينس بتاعتها رائعه الجمال، بجانب بقى لو الديفلوبر اللي شغال بالانفينيتي سكرول دوت مركز ومصحصح يدي للاند يوزر يعني حته جماليه كده، ان هو ما يحسسوش ان في باجينيشن. ما يبقاش الموضوع مقتصر ان انت تنزل لاخر الصفحه عشان تفتش، لا بنعملها كده بقى بيكسلز. هنبدا ناخدها ان شاء الله في الكورس باذن الله. فاشوفك بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله على طول هنبدا نكتب كود باذن الله باستخدام فلاتر. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.